لما نقول إن أجدادنا المصريين هم أصل كل شيء لازم تصدقونا، والتمثال ده خير الأدلة. أجدادنا المصريين كانوا بيهتموا بالشياكة والتزين بالحلي أو مكملات اللبس زي الشنط والأحزمة، سواء كانت من الجلد أو من المجوهرات. وده نموذج لتمثال موجود في المتحف المصري، شايل شنطة على ظهره وماسك صندوق في إيده، وبيعتبر من أول النماذج اللي شفناها في العالم لشنطة الظهر. مش مجرد شنطة، دي شياكة وأناقة، وده دليل على قد إيه إن أجدادنا كانوا عايشين مرفهين وكانوا بيهتموا بأدق التفاصيل في حياتهم. حاجة كده تخليك تقول إيه الحلاوة دي؟ هو معقول الجمال ده من 4000 سنة؟ زي حالنا لما بنشوف أي قطعة أثرية تخص المصري القديم. كمان في تفصيلة مهمة قوي لازم تلاحظوها معايا، ال3 ألوان اللي موجودين في الشنطة، الأخضر والنبيتي والأسود، والخطوط اللي بالطول وبالعرض تشبه جدا تصميم ماركة جوتشي، ودي من أغلى البراندات العالمية في الشنط والأحذية ومكملات اللبس، وسعر الشنطة بيوصل ل60,000 جنيه. وزي ما دايما بقول لكم، مصر مستنية زوارها الكرام ينورونا ويشرفونا علشان يشوفوا أندر القطع الأثرية في العالم كله. وطبعا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير لو عجبكم الفيديو ده، وتقترحوا لنا في الكومنتس عاوزين نتكلم عن ايه تاني المرة الجاية.